الشيخ شمس الدين في النهار قال لهم كاينه 8000 بيت دعاره في الجزائر. الشيخ شمس الدين عندما سئل مرة ثانية قال لهم وي، يعني أكدها مرارا وتكرارا ولم يتم مساءلته قانونيا. الشيخ شمس الدين في حوار آخر قال لهم يا ودي الأجنة اللي ولاو يلقاوهم في الزبل، يعني الأجنة اللي يكونوا ضحية الإجهاض، هذوك الأجنة راهم عندهم ملامح صينية، يعني أن الصينيين اليوم أصبحوا يمارسون مع البغاء في البلاد. فهمت؟ عندك المحامية القديرة بن براهم حكات في هذا السويجي وقالت لك بأنه حقيقة كاين مناطق وكاين بلايص تاع دعارة في البلاد. لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. القانون علاش لم يتم اعتقالهم وعلاش لم يتعرضوا لمساءلة قانونية؟ دونك ليكيب تعلموا بلي قال لك قبل ما تشوف العرورة جارك شوف العرورتك انت. قال يا ودي انا عرورتي كبيره ما نهضرش على عرورة الناس. يا علاه انتوما دوك انا كي نهضر على بلاد الناس نقدر نهضر وكي نهضر على الجزائر توجور تسيو تدخلونا فيها المرو؟ علاش انسان كيكون هكذا يهضر معاك ما كاش مغربي 5 سوايع و12 دقيقه وانا نهضر على المروك ما كاش واحد قال لي انت يخلصوك المخابرات الجزائريه باه تهضر على المروك؟ عندكم عقده واسمها المروك اليوم كونفيرميتها. سيدة داير لك لايف يسقسي فيك سؤال نورمال قال يا ودي تشوفوا شنو السؤال وش سقسي معاه. هذه الظاهرة ولا هذا الفيديو هي أنا بورمو هي ظاهرة داخلة على المجتمع الجزائري. أنا في حياتي ما شفتش جزائرية توقف في قارعة الطريق ويساوموها على الشرف ديالها كجهارا نهارا في النهار قدام ربي وعباده، وشعب نورمال راضي يجوز يشوف هذه المظاهر عادي جدا. جامي شتا أنا صما في مالوك. أنا حبيت نتناقش برك مع خوتي ما هو سبب هذه العفسة، علاش لحقنا لهذا النيفو. هذا ما كان وين نطيح لا بالبلاد لا بوالو. هذه كيما قلتي تكزيستي كاع في العالم، بصح انا ما كنتش داير بلي يجي نهار نشوفها في الجزائر نورمال. هذه دوك تقولي انت في اوروبا كاين، نقول لك ايه في تونس كاين، ايه الاخر شايف بصح هكا جهارا نهارا ما شفتهاش يا في البلادي على الاقل. بس انا نقول لكم هكذا تروح تضلي على المغرب صح. واش نديروا زعما انت دوك لازم افتتاح لايف لازم عباك شديه جزائريين كيفاش لازم دير زعما باش تولي معارض؟ ملك محمد السادس طيط، بوريطه طيط، ازولاي طيط، وتجي هكذا بالليسته. ومن بعد شكون؟ الحموشي طيط، وشنو؟ المغاربه طيط، المغربيات طيط طيب هكذا باش تبدا اللايف. السلام عليكم خاوتي، نبداو اللايف باذن الله. اليوم جينا نحكوا على العطايا في البلاد. هكا نورمال ما كاينش اللي يهضر معاك. انا بالنسبه لي عيب وعار انك تقارن روحك بالمغرب. ماشي زعما سبان المغاربه نو، باسكو انت بلاد دير 3 خطرات ولا 4 بالمغرب. انت بلاد عندك كاع واش حب ربي، عندك بترول، عندك غاز، عندك احتياطي غاز ثالث ولا الرابع في العالم، عندك الشباب الجزائري لهنا راك فاهم، عندك بزاف صوالح اللي تقدر تانفيستي بهم. هو بلا بترول بلا غاز داير فايز في بلاده باني دي زانفراستركتور بلا بترول بلا غاز قدر انه يخلق عفسه في المغرب. انت نورمالمون تقارن روحك بالمانيا، تقارن روحك بدول متطوره، بالامريكان اللي فيها ثروات، بروسيا اللي فيها ثروات كبيره. راك فاهم هذوما الدول اللي تقارن روحك بهم لاشين عايشين فيهم ملاير ما عندهم والو وليك شرام دايرين شواكر العالم هما تاني. انت كجزائري عندك كاع المقومات باش تكون اعظم دوله في المنطقه، اكبر دوله في المنطقه، تكون خير من فرنسا. انا نقولها لك لانه كان حقيقه واحد الوقت وين الدينار الجزائري، وهذه ماشي عمله لتطور وكذا على بالي، ولكن
كان عندنا مقومات اننا نبنيو دوله نكونوا خير من فرنسا اللي كانت محتلتنا. عندك كاع واش يحب ربي، ولكن شكون اللي شايد البلاد اللي تلقاه شايدها حمار؟ هذه اللي قتلتني انا. على بالك بلي كاين في العالم كاع كاين ميداي دور، ميداي دارجون، ميداي دو برونز. خرجت في الجزائر ميداي دو كارطون والله، وهذه ستعتمد ان شاء الله في الالعاب القادمه. ميداي دو كارطون، الجزائر قدمت دوسي لاعتمادها في المحافل الدوليه. ميداي دو كارطون هذيك شو كيت كلاسي ولا كيما تجيش يعطوها لك. هذيك كيما تجيش. زعما كاينه كومبيتيسيون، كاين بريمير بلاص، دوزيام بلاص، تروازيام بلاص، هذيك كيما تجيش يعطوها لك. والله تقيمش ردات 1000 كيلو ماكس طيران سيدي بدا الناس نقدروا بريباراسيون تجيب دوزيام بلاص عندك ميزان شي خالي هذه صحيحه بلورا حاجه اللي مثلا ميزون ديشتراس وطنات الجيريان سي اونتر ميداي دو كارطون. هذا عجبني سيد، هذا خلوي. واش ندير؟ انا ما ندير والو، انا اللي ما تبونا تغلي فينا، انا اللي شومر تغلي فينا سيد رئيس الجمهورية ديما تجي تبونا، ربي يحفظو ربي يسترو، والله تغلي فينا تشاير قايتك ما تخدمش وتاكل وتشرب. انا مالي لي كلشي هو رخيص، الحمد لله بلادي مليحة، والله الحمد لله. مالي قدرت تجمع في نفس الوقت 200,000. اوكي عافية. وانا عايش مليح مع رئيس الجمهورية.